تزوجت من أرملة عربية عمرها 70 سنة عشين أمسك ميراثها، بس ليلة الزواج الأولى في واحد من أرقى أحياء الكويت قررت أسوي أكبر حركة بحياتي. حليمة أرملة عمرها 70 سنة وعندها ميراث بالمليارات، بالنسبة لي كانت بس وسيلة للفلوس. رحت وسويت الزواج، بس أول ليلة زواج دخلت الغرفة وأنا مفكر خطتي جاهزة، لكن المنظر صدمني. حليمة على السرير، قاعدة على الكرسي، عيونها مسكرة وتدعي. حسيت قلبي توقف. قلت يمكن بس تعب العمر، لكن يوم رفعت رأسها وبصت لي قالت بصوت هادي: أنت جاي بس عشين الفلوس، بس قلب الإنسان ما ينشتري بالمال. كلمتها رجعتني خطوة وخلت كل خططي تتلخبط. حاولت أضحك وأقنعها، بس عيونها فيها حزن عميق. حسيت بجواي الذنب والخجل لأول مرة بحياتي. اليوم اللي بعده بدأت أقضي وقت معها، أسمع قصصها، أحس وحدتها وألمها. كل لحظة قلب قاسي اللي كان بس يفكر بالمال بدأ يذوب شوى شوى. فهمت أن الإنسان أهم من أي ميراث أو فلوس. بعد كم أسبوع قلبها صار يثق فيني، وما بقت بس أرملة غنية بالنسبة لي، صارت أغلى شيء بحياتي. لأول مرة حسيت أن السعادة الحقيقية ما تجي بالغش أو الطمع، تجي بالصدق والمحبة.